السلام عليكم طلابي وحبايبي، كل سنة وانتم طيبين. يا رب تكونوا بتقضوا أجازة سعيدة إن شاء الله. لكل حبايبي اللي طلبوا مني كورس في الأجازة، فأنا هبدأ معاكم كورس إن شاء الله اسمه Adventure in English أو مغامرة في الإنجليش. الكورس بيتعرض كله على شاشة تفاعلية زي ما أنا بعرض قدامك كده، بحيث إن الطالب يشارك معانا إن شاء الله. والكورس هيكون مختلف خالص عن كل اللي إحنا بناخده في الدراسة، بطريقة مختلفة خالص. الكورس مقسمينه لست مستويات، كل مستوى فيهم هيكون ليه كتاب زي كده. الكتاب هيكون ستودنت بوك ورك بوك، الاتنين في نفس الكتاب، متقسم. بداية الكتاب ستودنت بوك، كتاب الطالب اللي هيشتغل بيه معايا في السيشن، والورك بوك هو كتاب التمارين اللي هيشتغل بيها الطالب ان شاء الله في البيت يعني. الكورس هيبقى ليه برزنتيشن تول، يعني كل الليسننج وكل الفيديوز هتشتغل مع الطالب زي ما احنا ما هنشوف دلوقتي مع بعض، عشان ان شاء الله تكون طريقه مختلفه وممتعه جدا واكتف هيشتغل بيها معايا الطالب في الكورس باذن الله. اللي قدامك ده كده بدايه الكورس، يعني مثلا في يونت 1 كل listening text الطالب هيسمعه، لان ده بيحسن جدا من الاكسنت بتاعته او من النطق بتاعه للانجلش. لان احنا متفقين في الاجازه دي ان شاء الله هنركز قوي 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 على ان الطالب يفهم ويتكلم انجلش معانا في الكورس. فقدامك كده ده الليسن بيسمعه الطالب. 2 pen كمان للمراحل العمريه الصغيره هيبقى فيه سونجز، هيبقى فيه اغاني، لان الطالب ان شاء الله يمارس الفوكاب وهو قاعد معانا يحفظها، مش محتاج يراها يحفظها، محتاج بس يروح يحل عليها زي كده. page Come back! Your ruler, your pen, your paper, your book. طول ما الطالب قاعد معانا هو بيمارس اللغه، يعني في اكسرسايز على كل فوكاب او كل ووردز الطالب هياخدها معانا هيبدا يحل عليها معانا. زي مثلا ده كده اكسرسايز نفتحه. listen look and match، الطالب بيوصل pencil case يوصلها بالكلمه المناسبه ليها. ruler، دي كده الرولر. بس كده احنا بدانا نحل صح، وبيشوف الانسر بتاعته وهو قاعد معانا. اوكي، في اللانجوج فوكس او في الجرامر الطالب بياخد الجرامر بطريقه مختلفه خالص. طبعا ده ليفل 1، يعني المستوى الاقل مستوى يبدا بيه الطالب معانا. بيتفرج على الفيديوز بحيث ان هو Ruler. Yes, it is. What's this? What's this? Is it a pencil? كل رول او كل قاعده الطالب هياخدها هيطبق عليها من خلال اكسرسايز. كل اللي قدامك دوت بيكون مشروح للطالب ومعروض قدامه بنفس الشكل. What's this? It's a، بيبدأ ان هو يحلها ويبدأ يشوف الانسر بتاعته. It's a desk، وهكذا. نيجي للconversation او للمحادثة. المحادثة زي كده. طبعا الconversations هي اهم حاجة في الانجليش، لان انت بتحطه في موقف حقيقي ومحتاج ان هو يتكلم فيه بالانجليش. فعشان يتحط في الموقف الحقيقي احنا مش هنقرا بالطريقة التقليدية، لا مش هنقرا عادي، هو هيسمع وهيتفرج كمان في نفس الوقت. يعني قدامك ديت كده conversation او محادثه، الطالب هيتفرج عليها بالشكل ده. Pass me the box, please. Watch out! Oh, I'm sorry. it's okay. My notebook. هنا الطالب بيكتسب اللغه وهو موجود معانا ان شاء الله في نفس السيشن. هو بيكتسب لغه، بيكتسب اكسبريشنز، تعبيرات بيقدر ان هو يستخدمها، بيقدر ان هو يكون فاهمها. هيكون طبعا في فونكس جوه المنهج ده، منهج كامل بيشتغلوا معانا الطالب. طيب لما يروح البيت هيعمل ايه؟ لما يروح البيت هيبدا يفتح الورك بوك زي كده، يبدا ان هو يطبق على اللي هو خده وان شاء الله يكون حفظه. لوك اند ماتش، يبدا ان هو يوصل. لوك اند كالر، طبعا ده عشان ليفل 1، فكل التمارين هتبقى مناسبه لسنهم، ان هم سنهم هيكون صغير. برضه هيكون في فلاش كوردز بالشكل دوت. احنا مش محتاجين نتكلم بالعربي لان كل كلمه هيكون ليها بيكتشر، هيكون ليها صوره، بحيث ان الطالب يشوف الصوره قدامه وهو عارف هو بيقول ايه. اللي قدامه ديت رولر، اوكي، هو هيقولها وهيسمعها في نفس الوقت نيتيف، يعني هيسمعها مش بس فيديو، هيسمعها كمان نيتيف. ruler اوكي، برضه هيكون في جيمز، العاب، وديت الامتع في الكورس. الطالب محتاج ان هو يتحفز، محتاج ان هو يلعب، وطبعا العاب بالانجلش ان هو بيلعب وفي نفس الوقت بيمارس الحاجه اللي هو خدها. يعني احنا مثلا النهارده خدنا يونت 1،
هنفتح يونت 1 والميديم. هيبدأ الصورة تظهر قدامه. طبعا في الكورس هيبقى في شكل تفاعلي اكتر، في شكل كومبيتيشن، هتبقى في شكل مسابقات. هتبدا تظهر الكلمه قدام الطالب وهو يختار ايه الكلمه اللي ظاهره قدامه. يعني بدا يظهر قدامه اهو كده. طبعا الطالب الاسرع اللي هيجس الورد او هيخمن الكلمه اسرع هو اللي هيختارها الاول. فاللي قدامه دوت بوك كتاب هيبدا يختاره صح. وفي جيم اللعبه الثانيه بلاي سنتنس، زي ان هو يبيلد سنتنس، زي ان هو يبني جمله. طبعا كل ده بيساعد الطالب في الرايتنج او ان هو يكتب صح. yes it isn't yes it is طبعا yes it is so on وهكذا. اوكي. الكورس بتاعنا ان شاء الله هيكون اوفلاين واونلاين في نفس الوقت. الاوفلاين باذن الله هتيجي تعمل بليسمنت تيست او امتحان تحديد المستوى، تحدد المستوى بتاعك. الاونلاين برضه هيتبعت لك البليسمنت تيست تعمله وهنحدد المستوى بتاعك وتبدا معانا على طول. كمان طلابنا وحبايبنا اللي عندهم مشاكل في القرايه فاحنا ان شاء الله هنشتغل كورس مخصص فونكس. هنشتغل فيه من اول الشورت فاولز، لونج فاولز، كل دوت هنشتغله مع الطالب باذن الله برضه بشكل تفاعلي كامل. يعني ده كده يونت 1. بنعلم الطالب القرايه. طبعا لو الطالب مش عارف الحروف هو بيبدا من كورس قبل دوت. اوكي. برضه الكورس دوت تفاعلي بشكل كامل، في انيميشن، في فلاش كوردز، في جيم برضه. يعني مثلا Listen and click the correct words. الطالب هيلعبها معانا. Tag. كمان هيبقى فيه ان شاء الله امتحان في نهاية كل سيشن هياخدها الطالب معانا، بحيث ان احنا نبقى عارفين مستواه ومدى تقدمه في كل حصة بإذن الله. لو حابب تشترك معانا كلمنا على الرقم اللي قدامك، كلمنا على الواتساب عشان تعرف كل التفاصيل، تفاصيل الاونلاين والاوفلاين. بكرر مرة تانية الكورس بتاعنا ان شاء الله مقدمينه اوفلاين ومقدمينه اونلاين. فلو عايز تعرف التفاصيل كلمنا عشان نحدد البليسمنت تيست او الامتحان، سواء هيتبعت لك سواء انت ان شاء الله هتيجي تعمله لو هتحضر اوفلاين. ودي كده كل تفاصيل الكورس بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله.